يعني الدنيا رايحه لحد فين محدش عارف، من اسوأ لاسوأ لاسوأ. اتفضل يا هاني. بتسابق ليه؟ بالمناسبه يا كابتن، هو الزمالك كان المفروض محتاج، بتتكلم في حوالي $1,000,000 عشان يفك القيد دلوقتي. خلال ايام في قضيتين بحكم نهائي ايقاف كده على نادي الزمالك. تاني القضيتين اللي جايين دول بس، القضيتين اللي جايين مش دول بس $1,000,000. لا والله. يعني في 7 أو 8 قواضي مثلا موجودين دلوقتي، انت بتتكلم كلهم على بعضهم $1,000,000. في قضيتين جداد جايين على نادي الزمالك خلال ايام، واداره نادي الزمالك عارفه وكل الناس جوه نادي الزمالك عارفين. القضيتين اللي جايين لوحدهم بتتكلم في كام يا كابتن؟ بتتكلم لوحدهم $1,000,000. مين؟ وبمناسبه مين؟ النادي الخاص باخوان بزيرة في اوكرانيا ده هياخد حكم نهائي. مين؟ مش محتاجه حاجه يعني. اخوان بزيرة. اخوان بزيرة. انت فرحان قوي عمرو عمال تكتب. زعلان. ايه؟ ده ليه بتتكلم في حوالي $500,000 النادي ده يا كابتن. وفي قضيه تاني، النادي بقى بتاع اتحاد طنجه نفسه، سيبك بقى من عبد الحميد معاني، النادي نفسه مقدم شكوى هياخد حكم، والنادي بتاع صلاح مصدق مقدم شكوى هياخد حكم. كفايه هو من سايب. والقواضي بتاعت الانديه يا كابتن مختلف عن اللعيبه، بتاخد وقت وبيبقى في استئناف، لكن القضايا بتاعت الانديه لما قالوا لي ان الحكم يكون فيها نهائي وبشكل سريع. حرام كفايه حرام. ان النادي ليه قسط ما خدوش فخلاص. يا هاني كفايه يا هاني. صدقنا يا كابتن، هو الناس بتفتكر ان احنا مثلا بنقول اخبار سلبيه او بس هو ده الوضع. يعني هو الوضع هو ده اللي موجود جوه نادي الزمالك. ده الوضع صح زي ما قال من الاسوء. شكرا يا هاني. بحب اشكر الاستاذ البني ادم اللي كان بيتكلم من شويه.